اهلا بيكم حبايبي في قناة وصفة شيماء. ازيكم عاملين ايه؟ وحشني جدا. يلا بينا نشوف الجمال والحلاوة ده اتعمل ازاي. ما شاء الله، احلى بانيه مقرمش بتتبيلة مختلفة. حطيت فيه تركة بسيطة كده تعرفكم طعمه مميز جدا جدا جدا. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل علامة الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني على قناتي وصفة شيماء. تقدم لكم كل الوصفات الجميلة والمميزة. يلا بينا نشوف مقادير البانيه بتاعتي او التتبيله هتبلها بايه. معايا معلقه صغيره من كل حاجه. معلقه بابريكا، معلقه كاري، معلقه كركم، نص معلقه جنزبيل، معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، كمون وملح وشطه وكزبره، فلفل اسمر. هقول التتبيله تاني. اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هي دي التركه، ان انا هحط نص معلقه توم. توم يا شيماء في البانيه بيخليه في حتة تانية خالص، طعمه ممتاز جدا. هحط نص معلقة هريسة شطة، وهنزل بقى ببيضاية كده واحدة. عايزة تحطيها حطيها، مش عايزة براحتك خالص. ممكن تستغني عنها. وهنزل هنا بكوباية مية. كوباية المية دي ممكن تكون كوباية لبن، ممكن تكون كوباية زبادي. يبقى متاح معاكي انك انت تحطي البيضة او لا. متاح معاكي بدل كوباية المية اللي انا نزلت بيها تنزلي بكوباية زبادي او كوباية رايب او كوباية اللبن العادي بتاعنا. خلاص يا حبايبي. وهبتدي بقى انزل بربع كوباية دقيق. ربع كوباية دقيق على الخلطة دي، أنا عايزاها خلطة سميكة شوية زي خلطة الكريب كده. خلاص يا حبايبي. وهبتدي أقلب جامد كده، وأبتدي بقى أنزل بالبانيه اللي أنا غسلاه ومصفياه كويس جدا. يلا بينا أقول لكم على التتبيلة تاني. وأنا بنزل بالبانيه في التتبيلة عبارة عن البهارات اللي انت بتحبيها كلها، اللي هو كاري، كركم، جنزبيل، قرفة، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، حبهان. اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. حطيت نص معلقة توم، ودي التركة بتاعت النهاردة. التتبيلة المختلفة بالتوم، تتبيلتي النهاردة بالتوم. وحطيت ربع معلقة هريسة شطة او نص معلقة من معلقة الشاي الصغيرة. ونزلت بربع كوباية دقيق، ونزلت بكوباية مية. ممكن تنزلي بكوباية بدل المية تنزلي حليب أو لبن رايب أو زبادي. ونزلت ببضاية وقلبت المكونات دي كلها على بعض، وملح وفلفل و... وكمون وكزبرة. دي البهارات اللي موجودة عندك في البيت كلها. خلاص يا حبايبي. وابتديت انزل بالبانيه وهسيبه بقى ايه في التتبيلة دي براحته. هنا بقى قبل ما اجي اقليه بقى هحضر التتبيلة الجافة، اللي هي عبارة عن دقيق ابيض ودقيق ذرة. دقيق ابيض ودقيق ذرة، ما بحطش. اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا التتبيلة جميلة ازاي يا جماعة، ما شاء الله. ما حطيتش ولا فيجيتار ولا حطيت نشا. انا حاطه دقيق ذره وحاطه دقيق ابيض العادي خالص. دقيق الذره ده اللي هو بيبقى لونه اصفر او ساعات بيبقى لونه ابيض. وحاطه دقيق ابيض عادي، يعني حاطه مثلا لو كوبايه دقيق عليها كوبايه دقيق ذره، كوبايه دقيق ابيض عليها كوبايه دقيق ذره. هبتدي بقى اخد من الخليط ده كده. لو عايزه الكفر بتاعه يكون سميك شويه، هبتدي بقى ايه، احطه في الدقيق وارجعه تاني في الخليط وارجعه تاني في الدقيق زي ما انا عملت كده. وهضغط عليه جامد كده علشان الكفر بتاعه ما يسيبش. وبعد كده هديله تنفيضة عشان يديني الشكل اللي بيبقى عليه من بره ده، بيبقى مخرفش كده او كرانشي كده. الشكل اللي بيبقى على الفراخ الكنتاكي. اهو بصوا ما شاء الله، شايفينه مجعد ازاي. ده الشكل اللي احنا بنحبه في البانيه. هدي بقى رشة دقيق كده في الصينية اللي انا هحط فيها عشان ما يلزقش في الصينية. هبتدي بقى اخد بانيه تاني من اللي انا متبلاه تتبيله ممتازه جدا. التوم في البانيه يا جماعه بيوديكوا في حته تانية خالص. اللي بيحب التوم، حتى اللي ما بيحبش التوم برضو هيحب الطعم. هنا عشان انا عايزه الكفر يكون سميك شويه عشان الولاد بيحبوه. فهبتدي ايه، هنزله مرتين في الخليط. مرة هو كان موجود، وبعد كده بحطه في الدقيق، وبعد كده رجعه في في الخليط تاني. وبعد كده اضغط عليه في الدقيق مرة تانية. بصوا الشكل من بره عامل ازاي. في الحبيبات دي اللي احنا بنحبها لما بتتقلى بتدينا الشكل الحلو فيه. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في قناتي وصفة شيماء عشان اقدر انزل لكم كل الوصفات بإذن الله. اعملوا شير كده لاصدقائكم وحبايبكم. منشنوا لي كده لكل اصدقائكم عشان الوصفة توصل لاكبر عدد من اخواتنا وحبايبنا.
هنا بقى هاعمل الكمية كلها، شايفين الجمال والحلاوة يا جدعان؟ ايه الجمال والحلاوة دي يا بنتي يا شوشو؟ شايفين بقى الكفر عامل ازاي؟ انا حطيت طبقة من تحت، وبعد كده حطيت كيس تلاجة كده، وبعد كده حطيت طبقة تانية فوق. ممكن تفرزيه على كده، تحطيه في ورق فل، وتروحي حاطة بينه وبين يعني بين طبقة وطبقة كيس تلاجة كده زي ما انتوا شايفين، وتفرزيه في الفريزر. ولما تعوزي تقلي منه تطلعي عادي وتقلي زي ما انت عايزة، ولا بيفك ولا اي حاجة. هنا بقى يلا بينا بقى نقلي البانيه بتاعنا. اهوت حطيت كمية زيت حلوة كده، وسخنت الزيت. بصوا ما شاء الله، البانيه متماسك وجميل جدا، ولا الكفر هيفك ولونه هيبقى جميل. اهو هسمي الله كده واقول بسم الله الرحمن الرحيم، وابتدي انزل بالزيت كده. متنسوش اللايك يا حبايبي، بالله عليكم، عايزين قناتنا تكبر اكبر اكبر، وعيلتنا كده تكبر بيكم وبأصدقائكم وحبايبكم كده. اللي ليه صديقة تمنشن لها كده على قناتي وصفة شيماء، هتلاقي كل حاجة حلوة ومميزة عندي. هنا بقى هبتدي أقلب البانيه على الوش التاني. بصوا الكفر ولا فك ولا اتحرك من مكانه، اهو عمالة اقلب فيه يمين وشمال، ولا بيفك ولا بيجي جنبه. طبعا البانيه ده قدمت معاه مكرونة، قدمت معاه بطاطس مقلية، قدمت معاه سلطة. اللي حابب الروتين كامل على قناتي التانية من منزل شيماء هتلاقي الروتين كامل، لكن انا هنا بعمل الوصفة فقط لا غير، عشان اللي بيحبوا ياخدوا الوصفة بس كده. بصوا البانيه يا جماعة لونه ذهبي جدا، ويعني الكاميرا ظلماه كمان، يعني هو كده باين اهوت، بس الكاميرا ظلماه، هو لونه كده دهبي كده جلد جميل جدا. فاللي حابب بقى الوصفة كلها بالمكرونة وبالبطاطس وبالسلطة يدخل على قناة من منزل شيماء، يعمل لايك وكومنت جميل وشير كده، عشان تشتركوا في قناتي التانية من منزل شيماء. بعمل فيها روتيناتي اليومية كلها. بصوا البانيه يا جماعة على الجمال وعلى الحلاوة، الله الله. هنا بقى هقلي الكمية اللي فاضلة كلها، وهنا خلصت البانيه كله. كان نفسي اسمعكم القرمشة وانا بخبط عليها كده، بتاكليه كده بيعمل صوت خش خش خش. صوت قرمشة كده زي ما تكوني بتاكلي مصاصة، تاكلي كده حلويات بقلاوة كده، حاجة بتقرمش وجميلة وطري وجوسي من جوه كده مش ناشف. يا رب تجربوا طريقتي. وادي المكرونة اللي انا قدمتها معاها بالصوص الاحمر. اللي حابب كل الوصفة يدخل على قناتي من منزل شيماء، ما تنسوش اللايك والشير والكومنت الجميل.